سوريا والرئيس بشار الأسد، بس نعم. رح نحكي عن سوريا بالمجمل. ستشهد سوريا بحضور الرئيس الأسد اجتماع عربي طارئ على أراضيها يشبه اجتماع القمة، ويجمع أغلب الزعامات والقيادات العربية والخليجية، ولا أستبعد حضور رؤساء وأمراء وملوك من دول عربية وإسلامية إلى هذا الاجتماع الذي سينتهي بصدور قرار بارز يفتح أبواب السلام من سوريا إلى فلسطين ومن السودان إلى اليمن، ووفود أوروبية وأمريكية لأول مرة منذ اندلاع الحرب 2011 سنراها بسوريا 2024 لزيارة الرئيس بشار الأسد. رح ننتقل إلى السودان والحرب في السودان. هون رح نتوجه على فكرة سوري ما بستبعد الرئيس الفرنسي ماكرون يزور سوريا. الرئيس الفرنسي نعم. إيمانويل ماكرون في سوريا. نعم. في زيارة إلى سوريا. السودان والحرب في السودان، هون كمان لازم نعبر عن تعاطفنا لما يحصل في السودان من كوارث إنسانية، ونرفع الصلوات لهم أيضا حتى يحل السلام في السودان. تفضلي ليلى. السودان، قائد قوات الدعم السريع الفريق أول حميدتي سيكون أمام مخاطر الانهيار العسكري ومواجهة خطر الانهيار الصحي، وبين هذين الأمرين أرى يد الغدر تحوم حول حميدتي في الفترات القادمة بسبب بعض الأحداث المتسارعة نشان في السودان. في الأشهر الأولى من 2024 سنرى الهدوء المفاجئ يسيطر على أرض المعارك في السودان، مما سيؤدي إلى انهاء هذا الصراع والقتال حتى تختفي مشاهد الدمار والتهجير أمام مرحلة السلام الجدي الذي يرفرف في أجواء السودان. وبين الجهود السعودية أولا ومساندة أمريكا ومصر لإتمام هذا السلام في السودان، فالسعودية ستعلن القرار الذي ينتظره شعب السودان، ومصر ستشكل مع الإمارات وقطر مفاجأة السلام في السودان، بس للأسف بعد معارك عنيفة. كما ذكرتي أنه في حروب تحصل اليوم في المنطقة ستمتد، حتى بنشوف استقالات نشان كبيرة بتكون لعمدة وضباط بقلب من الفريقين، دعم السريع وفريق البرهان. نعم نعم. رح ننتقل إلى ليبيا. مدينة طرابلس، مدينة بنغازي، وليبيا والمشير حفتر. صحت المشير حفتر على المحك وأراه داخل أحد المستشفيات للأسف في وضع صحي سيء حرج، وأتمنى السلامة له. بعد التشكيلات المسلحة في طرابلس تكتشف قضية اختلاس مالي كبير قام به أحد المقربين من الدبابة، والشارع ينقلب في ليبيا ضد حكومة الدبابة جراء هذا الحدث. وهنا أتوقع تمرد كبير على حكومة الدبابة في بعض المدن غرب ليبيا بسبب الفساد. لقد قلت قبل سنة أن أبناء المشير حفتر يقودون مدينة بنغازي نحو الإعمار، وأقول الآن أن البناء سيستمر وبقوة في المدن الخاضعة للجيش خارج مدينة بنغازي أيضا، وأحد أبناء المشير حفتر سيكون قائدا للجيش الليبي مع مباركة واسعة من الشعب الليبي وخصوصا من سيف الإسلام القذافي، وليبيا ستعود آمنة وأراها تنعم بالهدوء وإعادة بناء الدولة الليبية التي يتمناها جميع الليبيين والقبائل. يعني المشير حفتر في المشفى. نعم. أحد أبنائه عنده مستقبل في ليبيا، وملف الفساد يطال دبيبة. صح. وحكومة دبيبة. نعم. سلطنة عمان، العراق ولا سلطنة عمان قبل؟ العراق مثل ما بدك. شو بدي اقول لك؟ لا. العراق، الجيش العراقي النظامي أراه قد يدخل في مواجهة شرسة مع بعض التنظيمات المسلحة داخل العراق وعلى الحدود مع سوريا، وسنسمع عن بوادر أزمة دبلوماسية تطرق أبواب العراق وإيران. أجواء التهديد وخطر الاغتيال تحوم في سماء العراق، وهنا أتمنى على السيدين نور المالكي والسيد حيدر العبادي بأن يتخذوا أكثر درجات الحيطة والحذر من جراء أو بسبب هذا التهديد والخطر من الاغتيال. جيوش عربية تتحد وطلائع قوات متعددة تصل إلى بعض الدول العربية بسبب خطورة الأحداث القادمة على هذه الدول
ومنها طبعا العراق. بس يبدو انه في اغتيالات في العراق. صحيح، اغتيالات. نعم. سلطنة عمان. سلطنة عمان رح نحكي عن السلطان هيثم بن طارق. وللأسف يمكن قايلتها بأحد المحلات بنشوف عاصفة رملية بالعراق، وبنشوف هزة أرضية للمرة الثانية أو الثالثة لا رح يصير في إن شاء الله، لا بس رح يصير في زلازل وهزات أرضية كما شهدنا بال 2023. نعم، رح تحكي عنها. نعم، ممتاز.